بسم الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. أتمنى قبل بداية هذا المقطع لا تنسوا الدعم والاشتراك للقناة، وأطلبكم طلب وأنتم كرام، أتمنى توصلوا المقطع هذا 20,000 لايك. فيكم الخير. اليوم جبت لكم مقطع لطريقة عمل المندي الدجاج واللحم بالطريقة الأصلية وبكامل التفاصيل والأسرار. أتمنى تشاهدوا المقطع للأخير حتى تستفيدوا وتستمتعوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بوريكم طريقة عمل المندي من داخل أشهر مطاعم المندي بالطريقة الصحيحة والسليمة إن شاء الله. أول شيء نشب الحطب في برميل المندي علشان يسخن ويخزن حرارة عالية. مهم جدا نسوي له كمية من الحطب. بعد كذا بذكر لكم البهارات اللي بنحطها على الرز. أما بالنسبة للبهارات هذه عندي هنا كوب من البهارات المشكلة، ذكرتها معكم في مقطع سابق، إن شاء الله بحط لكم الرابط. عندي هنا ملعقة كبيرة ونص من القرنفل أو المسمار، حب ومطحون مشكل مع بعض. وعندي هنا ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة، نص كوب من الملح. عندي ملعقة كبيرة من معزز الطعام اللي هو الملح الصيني أجينوموتو، ممكن تستغنوا عنها. وبحط طبعا ملعقة كبيرة ونص من الهيل الحب مع 3 كوب من الزيت. أضعهم كلهم بقدر وأحط عليهم الماء. هذه الكمية تكفي ل 20 كيلو من الرز. نحطها كلها بقدر مثل ما تكلمنا ونصب عليها الماء ونخليها تطبخ. وهنا بعدما حطينا البهارات على القدر وصبينا عليها الماء مع الزيت، 3 أكواب من الزيت والهيل الحب، نتركها تطبخ حتى الغليان. أما بالنسبة للرز بستخدم رز بسمتي الربان، ممكن تستخدموا رز مزة، ما في مشكلة. أنا بستخدم هنا بسمتي. الفرق بين البسمتي والمزة، أي رز بسمتي مكتوب عليه بسمتي طويل الحبة بدون كلمة مزة، هو رز بسمتي عنبر. هذا الرز حبته تجي طويلة نوعا ما. بس رز المندي نغسله بس غسال ونكبه على التتبيلة اللي حضرناها مع الماء المغلي. هنا بعدما غلي الماء حق المندي نهدي النار على الأخير علشان بينما يسخن الفرن. بعد كذا بنحط الرز، لأنه إذا حطينه الحين ما ينفع. أول شيء جهز التنور، بعد كذا بننزل الرز على الماء. هنا ما شاء الله الحطب بدأ ينزل الجمر. طبعا الحرارة جدا عالية. وعندي هنا الدجاج علشان نحضر المندي، 40 حبة من الدجاج. طبعا بهارات الدجاج يختلف نوعا ما عن بهارات اللحم بأشياء بسيطة. عندي هنا ربع كوب من صفار الزعفران، وعندي هنا 300 جرام من الملح، عندي هنا 3 ملاعق كبيرة من معزز الطعام الملح الصيني اللي هو أجينوموتو. هذه المكونات كلها نخلطها مع بعض. طبعا الصفار هذا صفار برتقالي وليس الصفار الأصفر، برتقالي أو يسمى صفار البيض. يجي مكتوب عليه صفار برتقالي أو الملون طعم برتقالي. ممكن تستخدموا الزعفران الطبيعي، ما في مشكلة. هذه الخلطة كذا صارت جاهزة. هذه طبعا للدجاج. بينما اللحم نحط له صفار، ما نحط صفار برتقالي، نحط صفار اللي هو الأصفر. ممكن نستخدم الزعفران الطبيعي. طبعا ما هو شرط انه نستخدم هذه البهارات كلها على الدجاج، نرش حاجتنا واللي تبقي نستخدمها مرة ثانية، لكن هذا مقدار معين. 40 حبة دجاج. عندي هنا تتبيلة اللحم، مثل ما تكلمنا تختلف نوعا ما عن تتبيلة الدجاج. عندي هنا 300 جرام من الملح، 3 ملاعق كبيرة من الملح الصيني، ممكن تستغنوا عنه يا جماعة، ما هو شرط، اللي ما يحبه يستغني. هذا معزز طعام اللي يستخدمه بكميات معقولة، ما في له أي أضرار. الكميات اللي نستخدمها كبيرة، وهذه كميات معقولة يعني وموزونة. عندي 4 ذبائح.
والتتبيلة هذه ما راح نستخدمها كامل، يعني بنرش حاجتنا بس على اللحم. عندي هنا ربع كوب من صفار الزعفران الأصفر. نخلط هذه المكونات كلها مع بعض. هذا الاختلاف بينها وبين تتبيلة الدجاج. الحين نبدأ نرش البهارات على الدجاج مثل ما تكلمنا بهذا الشكل. نحط نرشها رشوش بس من الداخل والخارج، شيء بسيط. بهذا الشكل شوفوا ما شاء الله. بهذا الشكل نرش البهارات. ما تحتاج بهارات كثيرة أبدا، ملح وصفار وشوي من معزز الطعام أجيناموتو. الحين نتبل اللحم بسم الله بالبهارات اللي حضرتها معاكم. بهذا الشكل يتم دهن اللحم. وبنسوي 15 حبة دجاج حنيد مع المندي. طبعا البهارات بهارات مشكلة ذكرتها معكم بمقطع سابق، بحطها لكم بصندوق الوصف. عندي هنا كوب ونص من البهارات، أضفت عليهم كوب من الملح. نخلطهم جيدا حتى تمتزج الملح. وفيه قرنفل تقريبا 20 حبة قرنفل أضفتها على البهارات. نحط قطعة قسطير تحت الحنيد. نحط الدجاج بهذا الشكل، نرش عليه القليل من البهارات. بعد كده نلفه بهذه الطريقة. نص من الدجاج، طبعا الدجاج فيه شوية صفار من دجاج المندي لأنه كان مخلوط معاه بعض. وعندنا هنا اللحم المدفون بنسويه بنفس طريقة الدجاج بنفس البهارات. هنا رشينا البهارات على القسطير. نحط اللحم ونلفه بنفس الطريقة ونفس الأسلوب. طبعا المدفون اللي نحطه بالفرن بالعادة ما نحط له بصل وفلفل مثل ما أسوي أنا بكل مقطع. هذا يتنكه من الفحم وهذا كفاية. الحين نلفه يا جماعة. هذا بالأساس مدفون وليس حنيد، لأن الحنيد معروف أنه ينعمل بورق الموز أو بالمرخ أو بأسعاف النخيل، لكن اعتدنا على تسمية الحنيد، وإلا بالأصح هذا مدفون للتسمية الصحيحة. هنا بعدما رصينا الدجاج، طبعا الدجاج يكون من الأسفل، ما يصير إن الدجاج يكون فوق اللحم. اللحم يكون بالأخير بالشبكين الأخيرين. وهنا عندنا المعاصب. طبعا نرص الدجاج بشكل دائري وتكون فيه فتحة بالوسط علشان البخار يطلع. المعاصب نغسلهم جيدا ونلفهم ونرش لهم بهارات من بهارات اللحم. بعد كذا نحطهم على الشبك. شوفوا ما شاء الله، هذه ألذ ما يكون بين المندي. آخر شيء نفرش المعاصب بالأعلى، واللحم طبعا يكون بالشبكين اللي تحت المعاصب. وهنا ما شاء الله بعدما رصينا المعاصب واللحم طبعا مع الرؤوس. هنا لحم، هنا الدجاج، هنا كذلك الدجاج من أسفل الدجاج. هذا الشكل النهائي. طبعا هذا الفرن بعدما نزلت الجمر، طبعا العيدان المشتعلة نشيلها. هنا شلنا العيدان المشتعلة، بقينا الجمر فقط. لازم يكون جمر مثل ما انتم شايفين، والفرن ساخن جدا. وهذا اللحم والدجاج ما شاء الله. طبعا الرز بنغسله غسل بس، ونحطه على الطوالي على الماء، غسل فقط، غسلتين كذا، 3 غسلات سريعة ونكبه على الماء.
وهنا بعدما غسلنا الرز وحطيناه على كشنة المندي، ما نحرك الرز كثير، بس تحريك عشان يمتزج مع البهارات. نخليه أول ما يبدأ ينضج، بعد كذا بننزله على الفرن إن شاء الله. تكون النار عالية. طبعا الرز هذا بدون تنقيع، فطبيعي يكون الماء زيادة، لأنه عكس لما يكون منقع. هنا شوفوا ارتفاع الماء تقريبا 6 سنتي عن الرز مثل ما انتم شايفين. هذا ارتفاع الماء. إذا عندكم ملعقة نفس كذا ممكن تقايسوا. طبعا حجم القدر يلعب دور. هذا ارتفاع الماء. هذا الرز تقريبا لكل كوب رز 2 كوب ماء بهذا المقدار. إذا كان منقوع كوب ونص لكل كوب رز. طبعا لازم ينضج بطريقة سريعة علشان نشيله. الحين بس متبقي له تقريبا دقيقتين بس علشان تتوزع الحرارة بالكامل بهذا الشكل مثل ما انتم شايفين. الحين خلاص نسكر النار ونشيله على تنور المندي طوالي. هذا الرز طبعا حطينا له 4 قرون فلفل من الأعلى. الحين ننزله على الفرن. بسم الله. الحين ننزله على الفرن. هذا الشكل شوفوا ما شاء الله، الفرن ساخن جدا. الرز بدأ يطبخ بطريقة سريعة. طبعا اللحم هنا حطينا قصدير من الأعلى علشان يعكس الحرارة. وهنا نرمي المدفون اللحم والدجاج بجانب القدر، لازم يكون بالأسفل. الحين نزلنا اللحم والدجاج، طبعا يكون فوق القدر. اللحم والدجاج فوق القدر. طبعا هنا نفرش خيشة حق رز تكون مبللة بالماء. بعد كذا نسكر الغطاء. بسم الله. الحين هنا بعد ما تسكر خلاص نحط فوقه دباب غاز او اي شيء ثقيل. الحين خلاص نحسب له من الوقت هذا 2 ساعة بالضبط. وإذا كانت كمية اللحم والدجاج أكثر ممكن يكون الوقت أكثر، وإذا كانت الحرارة قليلة والنار قليل ممكن يكون 3 ساعات. لكن إذا كانت كمية الحطب كثيرة ممكن يأخذ 1.5 ساعة إلى 2 ساعات. ما شاء الله المندي هنا صار له 1 ساعة الحين، متبقي له 1 ساعة. وهنا ما شاء الله بعدما صار للمندي 1 ساعة و40 دقيقة بالضبط، لأنه كانت الحرارة جدا عالية فأخذ 1 ساعة و40 دقيقة وصار جاهز. ما شاء الله تبارك الله، ريحة المندي جدا طالعة وشهية. وهنا فتحنا البرميل ورفعنا اللحم والدجاج في الأول. شوفوا ما شاء الله منظر الدجاج واللحم جدا مشهي ومستوي على الآخر. وبعد كذا بنطلع الرز. أول شوفوا الدجاج واللحم ما شاء الله منظره جدا شهي ومستوي. الدجاج ذايب طبعا شوفوا، وكذلك اللحم. طبعا اللحم والدجاج ساخن جدا. وهذا الرز شوفوا ما شاء الله تبارك الله اصبح ملآن القدر، ولونه جدا شهي وريحته وطعمه ما تنوصف أبدا. نرفع الرز بإحكام. وهذا المندي شوفوا ما شاء الله، هذا نص تيس، ذبائح صغيرة. شوفوا ما شاء الله اللحم كيف مستوي زبدة، رغم ان الوقت 1 ساعة و40 دقيقة إلا انه استوي بالكامل. وهذا النص الآخر شوفوا ما شاء الله كيف. هذا المندي اللي هو على الأصول بدون كثرة بهارات، ملح وصفار، شوي من معزز الطعم لمن يحب. هذا الدجاج ننقله هنا على شبك آخر علشان ما يتكسر. وهنا شوفوا الدجاج كيف لونه وريحته جدا مستوية ومرتب. الدجاج مستوي وذائب. وهذا الرز بعد ما رفعناه وشوفوا ما شاء الله تبارك الله الرز مستوي. طبعا الرز عنبر، رغم انه عنبر الا انه نثري. معروف ان العنبر ما يتحمل طبخ اكثر من نص ساعة، الا ان الاحتراف والامكانية
تجعل من العنبر رز مندي، ما في مشكلة أبدا. شوفوا حبة الرز كيف، هذا رز المندي. وهنا اللحم بعدما نقلناه إلى شبك آخر. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، اللحم جدا طيب. وهذه المعاصيب أو المصران ما شاء الله ألذ ما يكون في المندي. هذا كان شكله النهائي للمندي. هذا الرز بصراحة يا جماعة، الرز ما ينوصف أبدا من ناحية الطعم، خاصة إنه عنبر. هذا شكل المندي النهائي. أتمنى تجربوا هذه الطريقة، الكثير طالب بالطريقة ولبينا الطلب. وهذا كان المدفون، الدجاج واللحم مستوي جدا ما شاء الله، ذايب وريحته وطعمه جدا شهي. هذا الدجاج ما شاء الله تبارك الله. اللي يحب يسوي بالبيت ممكن يحط ورق زبدة قبل القصير. تحياتي لكم.